بيضرب ابن زعيم عصابة ضربة قاضية دخل بعدها في غيبوبة، ولما بيهرب بيتعرف على بنت قتلت العصابة ابوها وامها قدام عينيها. بتبدأ أحداث الفيلم مع بالي، شاب رياضي مفتول العضلات وبيشتغل في محطة تلفزيونية في قسم الحوادث، وتم تكليفه بتصوير أحداث جريمة قتل، وأخذ المعلومات الخاصة بالجريمة وكمان العنوان وراح علشان يغطي الأحداث لايف. وحسب العنوان كانت منطقة عشوائية وناس فقيرة وحالهم يصعب على الكافر، ومسيطر على الحي عصابة من البلطجية، وبالعافية قدر يوصل بالي للمكان اللي هتتم فيه الجريمة، ولقى بلطجية ماسكين راجل غلبان وهرسينه ضرب، وبدل ما بالي ما يصور ويشوف شغله الدم بيغلي في عروقه ومش بيستحمل المنظر، وبيدخل يدافع عن الراجل الغلبان، لكن بيلاقي جيش جرار من البلطجية وبيقدر بالي يتخلص من معظمهم لحد ما بيوصل لمارجسان ابن زعيم العصابة، وقال له ايه يا ابني انت مين ومحدش عاجبك ولا ايه؟ اوعى تتهور علشان هتتعور، ويلا يا رجالة خلصوا عليه. لكن بيبص ويلاقي معظم الرجالة خارج نطاق الخدمة، وساعتها لقى نفسه في مواجهة فيس تو فيس مع بالي اللي كسر على دماغه كل الازايز اللي في المنطقة، ويتم نقل مارجسان للمستشفى، وبيوصل ابوه الزعيم سوموبيت في موكب ولا حاكم زمانه، وبيكون معاه اشرس بلطجية ممكن تتخيلهم، وكانت عينيه بتطلع شرار. وبيخرج زعيم العصابة من المستشفى على محطة التلفزيون علشان يشوف بالي اللي عمل كده في ابنه، وهنا بيتقابل مع رئيس المحطة اللي قال له ان بالي وحيد ومقطوع من شجرة ومالوش عيلة رغم ان ابوه بيشتغل في المحطة. ولما عرف بان بالي اتورط في خناقة فصلوا من الشغل، وكل اللي يعرفوا ان بالي هيهرب من البلد ويجري كل البلطجية على كل مداخل ومخارج البلد ومحطات القطر علشان يوصلوا لبالي اللي فص ملح وداب ومحدش من العصابة قدر يوصله. وبيهرب بالي مع مجموعة العمل التلفزيوني، وكانوا بيصوروا برنامج عن السفر والرحلات، واتقابلوا مع مجموعة من الراهبات واتعرفوا بيهم، وسألوا رئيسة الراهبات عن بنت لفتت انتباهه وكان اسمها فيشالي. وبيتقابل فريق العمل مع شانكار المجذوب وبيحبوا يعملوا معاه لقاء، وبيكون عنده شرط وهو انه ياخد 1000 روبية مقدم قبل ما يحكي قصة حياته، وقال لهم انه كان موظف بنك وعايش حياة هادية، وفي طريقه للشغل الصبح خطفته عصابة بالغلط بدل من مالك عقارات كبير، وطلبوا منه فدية 5 مليون روبية ولازم تدفع خلال 24 ساعة، وقال لهم ده لو 24 سنة مش هقدر ادفع المبلغ ده. واكتشفت العصابة انهم خطفوا شخص غلط ووعدوه يسيبوه تاني يوم، ويتشوق فريق القناة لسماع باقي الحكاية، لكن يطلع المكذوب راجل مكار ويقول لهم لو عايزين تعرفوا باقي الحكاية هقول لكم بكرة ومعاكوا 1000 روبية. وبيبدأ بالي يفكر في فيشالي وليه قررت تكون راهبة، وبدأ يتابعها عن قرب لحد ما وصل للكهف اللي بيتعبدوا فيه، وسأل بالي رئيسة الراهبات عن ديانتهم، لكن قالت له أنا عارفة أنت مش مهتم بعبادتنا، أنت مهتم بحاجة تانية خالص. وفي نفس التوقيت كانت كل عصابة سوموبيد متجمعين في المستشفى وبيحاولوا يعرفوا أي تفاصيل عن الشاب اللي ضرب ابنهم لدرجة إنه دخله في غيبوبة. وبيوصل فريق بالي علشان يصوروا أشرام مدينة الراهبات، وكانت عينه دايما على فيشالي، وبيتواصل فريق التصوير مع المجذوب وادوه 1000 روبية علشان يكمل حكايته، وقال لهم بعد العصابة ما اكتشفت إنهم خطفوني بالغلط هجمت الشرطة على وكر الخاطفين ويهرب الكل وأنا الوحيد اللي قبضوا عليا وخدوني للقسم، وهناك عملوا معايا الجلاشة واحلف لهم 100 يمين اني موظف محترم بس محدش صدقني، وفي عز الضرب امتلكتني قوة 100 فيل ونزلت ضرب في كل اللي في وشي، وهربت وفضلت اجري لحد ما لقيت نفسي في الغابة. وبعدين قال لهم بكرة نكمل وما تنسوش 1000 روبية. وهناك في المستشفى فاق مورجسان من الغيبوبة وتحاول أمه تتكلم معاه، وفي مدينة أشرام بيتقابل بالي مع فيشالي الزاهدة، بس لاحظ شيء غريب إنها بتتسول علشان تقدر تعيش وده أسلوب الزاهدات كلهم، وتطلب فيشالي تفاحة كصدقة من شاب لكنه بيتعامل معاها بقلة ذوق وتحرش بيها، لكن بالي كان واخد باله من تصرفات الشاب واتدخل بالي، وبدأ الشاب والمجموعة اللي معاه يستدرجوا بالي للخارج علشان يحفلوا عليه قدام فيشالي، ونزلوا عليه ضرب في كل حتة في جسمه، وكان بالي سريع البديهة وقدر يواجه فريق كامل وعرفهم يعني ايه اللي يواجه الديب يتحمل التعذيب. ولليوم الثالث بيتقابل فريق التصوير مع شانكار اللي بيكمل حكايته، وقال لهم بعد ما هربت من اسم الشرطة لقيت نفسي في الغابة ووقعت في ايد تجار مخدرات واتهموه بانه عميل للشرطة وجاي يتجسس عليهم، واتعجن ضرب واتدمر نفسيا وجسديا. وتخرج الزاهدات في جولة في الطبيعة، وبيعرف بالي ان فيشالي موجودة لوحدها في الكهف وبيجري بسرعة علشان يتكلم معاها،
ويوصل سومو بيض والبلطجية اللي معاه للمحطة التلفزيونية، وبيطلبوا من مدير المحطة يتصل ببالي ويفتح مكبر الصوت، وفعلا بيكلموا المدير وسألوا عن الفلوس وامتى هيسددها، ودي جملة تم الاتفاق عليها مسبقا. وعرف بالي ان العصابة موجودة في المحطة، ويفوق موريجي-سان ابن زعيم العصابة، لكن كان مضرب عن الاكل لحد ما يلاقي بالي، وتاخد امه الموبايل وتكلم بالي وقال ايه عايز عنوانه، ويرجع شنكار المجذوب يكمل حكايته، وانه بعد ما لقى نفسه في وسط تجار المخدرات في الغابة فضلوا يسألوه انت تبع مين، وحاول شنكار يفهمهم حكايته بس محدش مقتنع. طيب يا جدعان بطني، طيب اعمل حمام، واخد جيركن المية وطلع يجري، والكل بيجري وراه لحد ما وصل للحدود، وهناك لقى عساكر وظباط سألوه عن اللي في الجيركن، وبسلامة نية قال لهم دي مية، لكن بيكتشف العساكر ان الجيركن فيه سائل بيستخدم في صناعة المتفجرات وبيتقبض عليه، وبيطلب منه المصورين يكمل الحكاية، لكن زي كل يوم قال لهم بكرة ومعاكوا 1000 روبية. وبيدور بالي على فيشالي ولقاها جنب النهر بتاخد شاور، وعبر لها عن حبه وازاي انه متأكد انها كمان بتحبه لكن بتعاند، وبيقول لها انهم ماشيين بكرة وانه هينتظرها لحد الساعة 10 علشان تروح معاه ويعلنوا حبهم لكل العالم. وتاني يوم بيروح فريق التصوير علشان يودعوا نساء الدير، وبيودعهم بالي واحدة واحدة الا فيشالي، ولما سألته رئيسة الدير عن السبب قال لها لاني متأكد انها هتيجي معايا بكرة علشان نتمم مراسم الزواج. وجهزوا الشنط وبيستعد الكل للرحيل، وبيقف بالي ولسه عنده امل ان فيشالي هتسافر معاهم وهتفضل حبها على حياة الرهبنة، وينادي بالي بأعلى صوت والكل بيسمع صوته إلا فيشالي، وبيقرر بالي الرحيل وبيحاول زمايله إقناعه بالانتظار، لكن كان القرار بالرحيل، وتحاول فيشالي تلحقهم لكن اترددت كتير وخدت القرار في الوقت الضايع. وهم في الطريق بيوصل لهم مكالمة من محطة التلفزيون ما يرجعوش للمدينة، لأن رجالة سومو بيض زعيم العصابة بيضربوا أي حد ممكن يوصلهم لبالي، وبيقف الباص ويدوروا على بالي لكنه فص ملح وداب، ويتصلوا بالي اللي بلغهم انه هيرجع علشان فيشالي ومش هيمشي من غيرها، وبتحزن فيشالي على فراق بالي لكن كان عندها امل في رجوعه، وبتلاقي شخص قدامها بس للاسف لقت مجموعة شبان بيطاردوها، وبتحاول فيشالي تهرب وتستخبى بين الشجر، وبيوصل بالي في الوقت المناسب وبيدافع عن حبه، وبياخدهم بالي غسيل ومكوى وبيدور الطحن فيهم، ولما بالي حط عليهم بدأوا في استعمال الخناجر، واتصدم بالي لما طلبت منه فيشالي انه لازم يمشي لانها مش بتحبه. وفي نص المعركة بتوصل بالي مكالمة من سامي بيض علشان يعرف مكانه، وبيقول له بالي انا هجيلك علشان نصفي الامور اللي بيننا. وحيت رئيس الراهبات فيشالي وطلبت منها تتجوز بالي لو شايفاه انه هيساعدها، لانها لازم تعيش حياتها وتخلف اولاد وتبعد عن حياة الرهبنة لانها لسه صغيرة وجميلة، ولو ما عجبهاش العيشة مع بالي ممكن ترجع لحياة الراهبات الوقت اللي تحبه. وطلبت منها تتواصل مع بالي وتروح تدور على رقم تليفونه، وتتفاجئ فيشالي بالراهبات ومعاهم بالي بشحمه ولحمه، وبيرجع شنكر للمدينة علشان يدور على مراته اللي بعت البيت، ويتقابل بفريق التصوير ويحكي لهم باقي حكايته، وقال لهم بعد ما الشرطة قبضت عليه اخدوه للحدود الهندية في طيارة، وفضل معاهم كام يوم شاف فيهم العذاب الوان، وفي يوم انتهز الفرصة وجري ودخل الحدود الباكستانية واطلع من نقرة لدحضيرة، وبيبص بيلاقي نفسه قدام مجموعة إرهابية تبع تنظيم القاعدة، وطبعا استجوابات وأسئلة للصبح. ولما اطمنوا له أخد 4 سنين تدريب على السلاح، وبيتصل بالي بأبوه في المحطة وبيبلغه بقصة حبه مع فيشالي، وإن البرنامج هيتذاع بكرة لايف في الدير، ويتشوق الأب علشان يشوف عروسة ابنه، وبيقول له بالي اطمن هتشوفها في البرنامج، وبيجري الكل علشان يشوف البرنامج المذاع لايف والمشاعر الحلوة بين بالي وفيشالي. وبيكمل شنكار حكايته لفريق التصوير، وبعد التدريب على السلاح مع الإرهابيين أخد ترقية وتم تكليفه بالمشاركة في تفجير أبراج التجارة في أمريكا. واندهش فريق التصوير وقالوا له عملت ايه؟ قال لهم شنكار عملت ايه؟ عملتها على روحي، ومن ستر ربنا استبعدوني في اخر لحظة، ومن وقتها وانا عامل مكذوب علشان محدش يوصل لي، ويا ريت تساعدوني الاقي زوجتي. وتوصل معلومة لسام بيض زعيم العصابة انهم عرفوا مكان فيشالي، وبيروح بالي وفيشالي يتفسحوا، وخلال وجودهم في مهرجان بينزل مجموعة بلطجية من 3 عربيات جيب، وحس بالي من اشكالهم الغلط ان في حاجة مش طبيعية، وبيحاولوا يخطفوا فيشالي، لكن بيتدخل بالي وبيدافع عنها بكل قوته وحاول يخلصها من ايديهم، لكن رموها البلطجية في العربية وحاولوا يهربوا،
وبيجري بالي وراهم علشان يلحقهم، ومن طريق مختصر وفوق كوبري بيطلع لهم بالي واعترض طريقهم، وبينزل مجموعة من البلطجية علشان يخلصوا من بالي، وفي نفس الوقت مجموعة تانية أخدت فشاري في قارب مطاطي، وبيجري بالي علشان يلحقهم، ومجموعة تالتة بتطارد بالي على البيتش باجي، وبيتخلص بالي من واحد فيهم وياخد البيتش باجي وبيحاول يلحق فشالي، وتقف 2 من عربيات الجيب قصاد بعض ويعملوا كماشة علشان يصطادوا بالي اللي قفز من فوق العربيات وتخلص منهم، ووصل لحافة الجبل اللي منعه من استكمال مهمته في إنقاذ حبيبته، وبيرجع بالي للدير وبيقول لهم على اللي حصل، وبيطلب منهم أي معلومات تساعده عن فشالي، وبتقول له رئيسة الدير كل اللي نعرفه عن فشالي إنها بنت يتيمة، وبترجع فشالي لبيتها اللي احتله سامي بيض وبونو اللي كانوا شغالين عند أبوها، وبعد 2 سنين من الهروب دوروا فيهم في كل مكان علشان يلاقوها، أخيرا عرفوا مكانها من البرنامج التلفزيوني اللي اتذاع، وبيرجع بالي لمحطة التلفزيون وبيقول لأبوه على اللي حصل وإنه هيروح يقابل سام بيض زعيم العصابة، وبيحذر ابوه انه لو شافوك هيقتلوه، وبياخد بالي 2 من زمايله ويعملوا جولة استطلاع عند بيت زعيم العصابة، وبيلاقي حراسة مشددة في كل ركن، وبينزل بالي من العربية وبيشوف شير واحد من البلطجية اللي خطفوا فشالي، وبيجي واحد يسحب بالي من ايده وبيطلع نفس الشخص اللي بالي انقذه من الموت على ايد العصابة، وبيطلب بالي منه يساعده في انقاذ حبيبته اللي خطفتها العصابة واسمها فشالي، قال له دول حاولوا يقتلوني بسبب فشالي، وقبل اي شيء انت تعرف مين هي فشالي؟ دي بنت مارينا باتواري حوت من الحيتان الكبيرة، وكل الغلابة اللي هنا بيشتغلوا عنده بما فيهم انا وسمو بيض وبونو، وفشالي بنته الوحيدة وكانت دايما عيون سام بيض وبونو على ثروته، وفي ليلة من الليالي طلب بونو من باتوري يجوز فشالي لمورجسيان ابن سمو بيض اللي شغال عنده، وانفعل باتواري ورفصه في وشه ومسك مورجسان وسمعه وصلة سخرية، واتدخل سمو بيض علشان ابنه وقال له انت فاكر نفسك جاي من السماء، انت من غيرنا ولا حاجة، وطلع خنجر وخلص على باتوري ومراته قدام عينين بنته فشالي، وبعدها اخدت فشالي وهربتها بالقطر، وقدرت اهرب منهم لكن ما قدرتش اتواصل معاهم بعد كده، والكارثة انهم لقوها وقعت تحت ايديهم وارجوك انقذها باي تمن، وبيحاول بالي يستعين برئيس الشرطة واللي عمل ودن من طين وودن من عجين، وقال له لو تقدر تنقذها ورينا الشطارة يا عم التنين، وبيطلب بالي من زمايله يقطعوا النور علشان يدخل يشوف فشالي ويطمن عليها، وتشتغل الشموع وبيوصل بالي الفشالي اخيرا، وفي اللحظة اللي اتفق بالي مع فشالي على الهرب بتتدخل مرات سمو بيض وبتنزل على وشها بالاقلام، وبيتصل بالي بزمايله علشان يشغلوا الكهرباء ويطمن الجميع برجوع الكهرباء ويطفوا الشمع، وبيطلب بالي يطلب من زمايله يقطعوا الكهرباء تاني، وينزل بالي ويلزق مرات سمو بيض على قفاها، ويجري الكل علشان يشوفوا مين ضربها، وترجع الكهرباء من تاني، وبيرجع شنكار يكمل حكايته وبيطلب من المصورين يساعدوه يلاقوا مراته بما انهم بيشتغلوا في التلفزيون، واداهم صورة لمراته واتعرفوا عليها وقالوا له دي شيفاني وهي زاهدة موجودة في أشرام، وقابلناها لما كنا بنصور برنامج هناك، وبعد اختفائك اتجوزت واتطلقت وبعدها عاشت في دير للراهبات، وفي بيت فشالي بيتم تعليق الزينة والورد احتفالا برجوع مورجسان من المستشفى، وكمان زفافه على فشالي، ويوصل بالي مع زمايله وعرف بموضوع الزفاف، وشافهم شير الضخم وجاري وراها ومعاه جيش من المرتزقة، ودخل بالي المخزن والمعركة اشتعلت بينهم وبين بالي، ونلاقي اللي بيضرب بشومة واللي بسيف واللي معاه خنجر، ويخرج بالي حي من المخزن بأعجوبة، ويتبقى شير الوحيد اللي وراه، وبيجي زميل بالي بموتوسيكل ويهرب باللي معاه، وبعدها بثواني بيرجع بالي علشان يعلم على قفا شير، ويتصل بالي بسميد وبونو وقال لهم ايه نسيتوا طاركم معايا، انا هنا في بلدكم وعندكم، وقولوا لمورجسان ابنكم انا في انتظاره وفي انتظاركم لو تعرفوا علشان نخلص الحساب القديم اللي بينا، ولا الشنات دي على ارانب. وبيروح بالي وكان اول واحد يستقبل مورجسان على باب المستشفى وعمل معاه الصح، وقال له سمعت ان النهارده زفافك على فشالي اللي انت عاوز تتجوزها غصب عنها علشان ثروتها، ودي هديتي عشانك، واداله واحده في السنتر تضيع معاه مستقبل عيله. ويوصل مورجسان بعد الطحنه لبيت العيله، ويجي الدكتور ويطلب منهم تلج ومروحه علشان انقاذ ما يمكن انقاذه. وبعد ما خلص الدكتور قال لهم مش عارف اقول لكم ايه، قول يا عم في ايه. قال لهم بصوا هو عمود الكرنك موجود بس مش هيتحرك، وبيعرف سموبيط بالعلاقة بين فشالي وبالي، ورزعها 700 قلم على وشها في زمن قياسي علشان تقول له على مكان بالي. وبيروح بالي لرئيس الشرطة وقال له حضرتك كنت عاوز دليل علشان تقبض على سموبيط وبونو، فشالي هي الدليل.
قال له هي فين فيشالي؟ قال له اديني ساعتين وهتكون عندك. ويوصل بالي لشير الضخم ويرزعه شومة على دماغه، وبيوصل الخبر لبونو ويعمل بالي نيو لوك وياخد شير على تروسيكل لحد بيت فيشالي، ويصرخ بالي الحقونا يا جدعان الحقونا يا رجاله اخونا شير اتضرب. وبيدخل بالي وهو متنكر وبيقابل سومو بيض ويقول له بالي هنا وهو اللي طعني بالخنجر، ويجي الكل علشان يمسكوا بالي ويقطعوه. وبينفرد بالي ببونو ومورجسان، وياخد بونو قلم سنجاري ويحاول مورجسان يقاوم، لكن الخدام بينصحه وقال له الحركة مش حلوة علشانك، ويطلع بالي وياخد فيشالي علشان يهربوا. وتيجي ام مورجسان ولسه هتضرب بالي على دماغه، بتظهر خادمة فيشالي وترزعها فوق دماغها، وبيحاول بالي يهرب لكن فجأة بيفوق شير وبيبدأ الشر يتجمع مع بعض، والكل عنده هدف واحد بالي وفيشالي. وياخد مورجسان بندقية ويشارك معاهم، ومطاردة هنا وشغب هناك، وكل ده بيتسجل صوت وصورة من زمايل بالي. وبيتم القبض على زميل بالي وتتمسك زميلته وتتحط السكينة على رقبتها، ويطلب بالي من فيشالي ترجع لسومو بيض، ويجري بالي وراه جيش وتتقلب الآية ويقبض بالي على مورجسان ويحط السكينة على رقبته قدام أبوه. وبيبدأ بالي يستدرج الجميع لمخزن رمى فيه مورجسان، وبينزل شوال مليان بودرة تعمل كل، وبيطفي بالي النور وبيبدأ يصطادهم واحد ورا التاني. وأصعب حاجة لما تضرب في العتمة، وللأسف بيتمسك بالي واتضرب ضرب ما شافوهوش في حياته. وكل ده كان متصور وبيتذاع لايف قدام العالم كله، وبيستجمع بالي قوته من جديد، وبتبدأ دايرة الانتقام تدور على كل جبار. وكان رئيس الشرطة بيتابع الملحمة، وبيجي دور سومو بيض وبونو وتخلص منهم بالي زي غيرهم، وتوجه المراسلة الصحفية نداء للشرطة والحكومة وتهديهم أكبر دليل لايف على إجرام وبلطجية سومو بيض وبونو. وأخيرا بيتحرك رئيس الشرطة وبيتصل بالي بابوه علشان يطمنه هي الشرطة جاية ولا كمان شوية. وأخيرا بتوصل الشرطة وبياخد بالي وفيشالي قررهم إن زفافهم يتم في الدير، وبياخد بالي معاه شنكار ورجعه لشيفاني زوجته.